مش فاهمه ليه لازم الزام اني احب ديمون سلاير، او الزام اني ما اتكلمش عنه خالص. يعني يا اما اتكلم عنه بالحلو يا اما بجد لغايه دلوقتي مش فاهمه ليه فانزات ديمون سلاير مش متعاونين معايا. ومش الكل، في ناس فعلا بتخش تناقشني بطريقه محترمه، وفي ناس بصراحه انا بستغربهم ليه بيتكلموا معايا كده. انا مش عدوتهم، بس تمام الفيديو ده معمول للطرفين، للناس المحترمه والناس المحترمه برضه. اهلا بيك صديق الاوتاكو في فيديو جديد. ولو اول مره تشوفني فانا آية سليم، اكتر اوتاكو مواضيعه حلوه وجميله وتحفه وقمر ومفيش زيها اتنين. غيرتها ومتعمده المره دي بالذات اقولها، ولو سمعتني للاخر هتقتنع بوجهه نظري. مش هطول عليك صديق الاوتاكو، دوس لايك وسبسكرايب. عايزين نوصل الفيديو ده ل1000 لايك، عايزه ناس كتير تسمعه، انا مش طماعه. فاكر صديق الاوتاكو لما عملت فيديو انا مش بحب ديمون سلاير؟ فيديو كان هو جزء واحد ونزلت مبررات ليه انا مش بحبه وبطريقه محترمه. ما اظنش ان انا غلطت فيه وفي خاله وفي اللي جابوه واللي ربوه، ما حصلش ده خالص. يعني انا ما اهنتوش. وفي نفس الوقت حتى يا سيدي لو انا بقولك مش بحبه، لو غلطت فيه انت زعلان ليه؟ هو حرفيا مش قريبك. لو دافعت عنه مش هيجي يديك وسام شكر، مش هيجي يقولك حبيبي اللي واقف في ظهري وساندني وقدام عدوي في صفي. هو مش عارف انك موجود اصلا. فانا مش فاهمه ليه بتتخانقوا معايا على اني مش بحبه. الكلام ده مش موجه تقريبا ل 95% من الناس اللي عندي على اليوتيوب، حرفيا كلهم محترمين الله اكبر عليهم. انا بتكلم على الناس اللي موجوده عندي في المنصات التانية خصوصا الانستجرام. فاكر برضو يا صديق الاوتاكو لما قلت لك ان انا نزلت ريل على الانستجرام بتكلم فيه ان انا برضو مش بحب ديمون سلاير على اكاونت بتاعي اللي هو بتاع انا اللي هو حقي، ولقينا فيه كومنتات كتير سلبيه ليا عملت عليها فيديوهين. وفي ناس دخلت قالت لي ايه ما تكبريش الموضوع عادي، انت ليه بتروحي للحته دي؟ لا يا صديق الاوتاكو، انا من حقي اروح للحته دي لما الاقي ناس بتشتمني في حاجه وهميه مش موجوده في الوجود ان انا ارد. على فكره دي حاجه خض. يعني لما الاقي نفسي داخله بقول مثلا انا مش بحب ديمون سلاير عشان القصه مش عجباني، الشخصيات مش عجباني، يا اخي هو نفسه من اوله لاخره مش عاجبني، فانت تدخل تقول لي كذا وكذا وكذا وشتايم بقى، وانتي روحي على المطبخ ولا روحي شوفي لك حاجه مهمه في حياتك تعمليها، ولا انت عندك مشكله. ده خيالي، حاجه خياليه احنا بنعملها للمتعه. القناه دي انا عاملاها عشان انا عندي محتوى كبير قوي عن الانمي، خبره كبيره جدا عن الانمي، خيال كبير جدا عن الانمي، فباخد راحتي في الكلام معاكم فيه. انا مش عامله قناه دي عشان خاطر الناس تضايقني بكومنتاتهم. حتى اللي بيضايقني بكومنتاتهم انت ما ضايقتنيش، انت صعبت عليا لما تخش تتخانق معايا على حاجه ملهاش وجود اصلا ومتنرفز وتقولي ده انا هديكي بلوك ولا ده انت مش عارفه مين كذا وكذا. انت في مشكله في حياتك، في فراغ في حياتك لازم تتعالج. صدقني الحياه فيها حاجات مهمه اكتر من كده بكتير بتحصل وانت مهتم بحاجات وهميه او فرعيه. الانمي للمتعه، هوايه كلنا بنحبها وبنتفرج عليها في اوقات فراغنا، لكن مش اساس حياتنا، وده اللي غلبت اشرحه. ومع هذا صديق الاوتاكو انا نزلت بوست على اليوتيوب اللي هو ده، كتبت لكم فيه قولوا لي اسبابكم تخليني اتسامح شويه مع فكره ان انا مش بحب ديمون سلاير، رغم ان مثلا انا لو لقيت فانزاته كده انا مش هفضل احبه، بس عايزه افهم ليه انتوا بتحبوه قوي كده. لغايه وقت تنفيذ الفيديو ده تقريبا كان فيه 147 كومنت او 137، كتير الله اكبر. انا نقيت منهم 20 كومنت بس، فاعذروني هم 20 بس اللي هيطلعوا معايا النهارده، لاني مش ناوي اعمل الفيديو ده على 2 بارتس زي المره اللي فاتت. خلينا نشوف الكومنتات. انا نقيت اكتر كومنتات مش هكدب عليكم حسستني ان انا ممكن لو مش بحب ديمون سلاير بنسبه 100% لا بعد الكومنتس دي هتراجع شويه، لاني بدأت أتفهم انتوا ليه بتحبوه. كومنت الأول اللي معانا من ياسين. أولا ده رأيك الشخصي وأنا بحترمه، شكرا جدا يا ياسين. ثانيا أنا شايف إنه حلو عشان طريقة الرسم والأنيميشن، وكمان لما بتنزل الأفلام اللي جاية هيعجبك أكتر، علشان أنا قرأت المانجا والقصة بسيطة سهل إنها تتفهم، غير الكوميديا
وطبعا فخامه الشخصيات، واتمنى الكومنت يعجبك عشان تعبت فيه. بص يا ياسين، من الكومنت ده كله انا عجبتني كلمه القصه بسيطه سهل تتفهم، احييك عليها. دي ممكن حاجه تخليني اتفهم فكره ان انتوا بيعجبكم ديمون سلاير. يعني فعلا في انميات تقعد مثلا تشوف حلقه و2 و3 انت مش فاهم ايه اللي بيحصل، او محتاجه عشان تفهم احداثها ترجع ل3 4 حلقات قبل كده عشان خاطر تستوعب اللي بيحصل. او في انميات مثلا لو ما شفتش الموسم الاول والثاني والثالث خلاص انت مش هتعرف تشوف الموسم الرابع، يعني الموضوع منتهي كده، انت بلح. ممكن ما يكونش عندك وقت، بس الموسم ده مثلا ناس كتير عاجباك وبتتكلم عنه فانت عايز تشوفه هو بس. من القصه معقده وتشمل المواسم اللي قبل كده ما بتعرفش تشوف الموسم ده. بس انا مثلا ضربت مثل السنه دي ان دراجون بول الموسم اللي نزل السنه دي في شهر 10 2024، انا كواحده مش متابعه دراجون بول من الاول انا كنت فاهماه، فانا عشان كده حبيت جدا الانمي يعني الموسم ده من دراجون بول. فممكن يكون السبب ان انتوا معجبين بديمون سلاير الحته دي، ان بساطه القصه هي اللي خلتكم معجبين بيه، فدي حاجه تمام. يعني دي نقطه نحطها على جنب، بساطه القصه. الكومنت اللي بعده انا بعتبره عادي، مش كتير حلو ومش وحش. الشيء اللي يجذبني ليه الشخصيات. انا كنت اوتاكو مبتدئه لما اتفرجت عليه وكنت بطبل له تطبيل، لكن الحين احس التطبيل اوفر وما يستاهل. ماشي، يعني من الكومنت ده هنفهم ان ممكن حد يكون شاف ديمون سلاير اول انمي في حياته فعجبه جدا فبدا يطبل مع الناس اللي بتطبل، بس لما شاف انميات تانية اكتشف ان ديمون سلاير انمي بسيط عادي وان انميات تانية فيه احلى منه. فانا حطيته بس عشان اوريكم ان في ناس ممكن يكون زيها شايفين ان التطبيل عليه اوفر، مش اللي هو ديمون سلاير ما يستحقش، لا هي شايفه برضو ان التطبيل عليه اوفر. دي يوكي. اللي بعده معانا احمد بيقول لي انا شايف ان الرسم قوي وحلو التحريك، وكمان القصه مبسطه زي الكومنت الاول ومش معقده قوي زي الانميات الكبيره. فاحنا قلنا خلاص القصه مبسطه، ويحسسني اني بتفرج وانا فاهمه ازاي احمد وفاهمه ازاي ما علينا. ورسم الشخصيات حلو برضو، والاوبننج بتاعته حلوه، فهو انمي جميل يستحق انه يتحب عادي. بس معاكي حق هو مش من التوب في الانميات، والقصه مختلفه سيكا الشياطين وقتله الشياطين. ماشي، يعني هي دي نقطه تانية ممكن نقولها، ان العدو المره دي كان الشياطين، ودي حاجه جديده علينا في الانميات المعروفه والمشهوره ان يبقى العدو الشيطان، رغم ان دي حاجه طبيعيه في الحياه. اظن ان دي برضو نقطه تانية معانا. نروح على الكومنت اللي بعده. معانا فاطمه بتقول الرسم والتفاصيل، تنوع الشخصيات، القصه ما تركز بشكل كامل على البطل. دي حاجه انا قلتها قبل كده، الانميات الجديده ميزتها وعيبها ان البطل هو القصه مش البطل نفسه. ولان دينا وايجي ايتاكو يحبوا الانمي فدي اسبابي لحب انمي قاتل الشياطين. طيب يا ستي هنضيف سبب ثالث. يعني احنا دلوقتي عندنا قصه مبسطه ان العدو الشياطين، ده سبب تاني. ان السبب الثالث ان دينا وايجي بيحبوا الانمي. سبب ثالث ليه بتحبوا انمي ديمون سلاير. نخش على الكومنت اللي بعد كده. صحيح ان الانمي ما فيه قصه عميقه، بس بساطه القصه ورسمه الحلو ودايما الحلقات حماس، ده يشبه كومنتين قبل كده. ده حمزه. اللي بعديه كومنت طويل جدا، انا احترم رايك بس انتي قلتي اقنعوني. فهو كاتب كومنت كبير حرفيا فيه 7 اسباب. رسم الشخصيات، يمكن قاتل الشياطين اشوفه احسن انمي طرح فكره الشياطين بهذه المجال، فدي قلنا عليها قبل كده. اشوف ان اخر مواسم كانت ضعيفه. حبيت الانمي بعد ما شفت المانجا، ممكن المانجا كانت افضل. قوه الشخصيات المختلفه، كياتة البنات. معرفش اذا كان الكومنت ده يخليكي تحبيه ولا لا، بس مستحيل اقنعك انت سليم. لا خالص، انا اخترت الكومنت بالظبط ده عشان خاطر الجمله الاخيره مستحيل اقنعك انت سليم. لا انا بقتنع على فكره، عشان كده انا عامله الفيديو ده. نروح للكومنت اللي بعده. الرسم والتحريك، ان هو مش طويل على عكس انميات كتير بتمط. قصدك ايه؟ بصي معاكي حق. يبقى احنا كده عندنا بساطه القصه، انه طرح فكره الشياطين، ان دينا وايجي بيحبوه، وان الانمي مش طويل على عكس انميات كتير تانية بتموت. كومنت اللي بعديه لانه شخصيه طيبه وحنونه وتحسي كانه اخوكي اللي هو تانجيرو. دي بلاحظها كتير ان ناس كتير بتحب انمي قاتل الشياطين عشان تانجيرو بس، عشان هو شخصيه طيبه وحلوه وهاديه وحنينه، فماشي هنديله بوينت برضه. اللي بعده انا عن نفسي وجهه نظرك واستمتعت بكتير اشياء فيه، لكن منفوق ولا يصنف من الكبار لعده اسباب. ده صديق الاوتاكو هانتر، ده صديقي لا يصنف من الكبار اصلا لعده اسباب. يعني انا مختار الكومنت ده عشان كده، عشان تعرفوا ان في ناس بتتوافق معايا. والله انا مش لوحدي اللي شايفه ان ديمون سلاير عنده عيوب. ماشي عنده مميزات بس عنده عيوب كتير برضو. نروح للكومنت اللي بعده. لانه حلو زيك.
طيب خليني اتكلم عن الكومنت ده شويه. الكومنت ده جاب لي ارض بصراحه بقى، يعني وانا بقراه لانه حلو زيك خلاص انا حبيت ديمون سلاير وحبيتك وحبيت الدنيا. انا الكومنتات دي بتعجبني جدا، كتروا منها هتلاقوني كده متشكحه طول الوقت. فشكرا جدا صديقتي الاوتاكو والله على راسي اللي انت كتبتيه. الكومنت اللي بعديه اتمنى تطلعي تعليقي، بحب ديمون سلاير لانه بيتكلم عن الشياطين، الرسم والتحريك والمتعه البصريه. تابعي ديمون سلاير ورافقني بذكريات كتير وقصه مكرره يمكن بس مو شيء اسطوري، بس بساطه طرح القصه. وكمان في الاخر لان تانجيرو بيحمي اخته احسهم انه كيوت. يعني ممكن نضيف سبب كمان اني مش بس بساطه القصه وان هو طرح الشياطين بطريقه كويسه وان مش دينا وايجي بس بيحبوه، انه كمان وان تانجيرو كمان الناس بتحبه عشان تانجيرو، انه كمان عشان في الاخوه تانجيرو واخته وبيحميها والكلام ده كله. فدي ممكن حاجات تخليكوا بتخلي الانمي قريب من قلبكم. نشوف اللي بعده. ليه عايزيني احب ديمون سلاير؟ ده كان سؤالي. او ليه عايزيني ابطل ما احسش ان هو اوفر؟ الكومنت ده بيقول لي عشان خاطري. خاطرك يعني يتعمل له حاجات كتير قوي يا صديقي الاوتاكو. يعني انا اللي يكتب لي عشان خاطري برضو ده كومنت جاب لي الارض. اقسم بالله انا بحب الكومنتات دي جدا، كتروا منها ارجوك. اللي بعده. اكتر حاجه عجبتني فيه ان الشرير او العدو دايما على قد الحدث، اللي هو مش بيرمي لي الشرير الجامد اللي حتى الهشره ما يعرفوش يقتلوه وتانجيرو يقتله في اول حلقاته. لا، لما تانجيرو يبقى مبتدئ او ضعيف بيحارب شياطين عاديه. حتى لما جه شيطان عالي شويه عن المستوى، تانجيرو اللي هو القمر السفلي الابيض العاق ده اللي خلص عليه كان جيو. ونفس الكلام مع الشيطان بتاع القطر تمام. يعني عايزين تقولوا من الكومنت ده انه مفيش مبالغه في قوه البطل، ان البطل على قد قوته بيغلب العدو اللي يناسبه. دي نقطة حلوة جدا انا ما كنتش واخده بالي منها، واحييك عليها يا صديقي الاوتاكو احمد عامر. اللي بعده كومنت طويل برضو. بصي انا زعلت انك مش بتحبي ديمون سلاير، وخصوصا انك واحده من اكتر اليوتيوبر اللي بحب اسلوبهم. ربنا يخليكي وبحب اتابعهم. ربنا يخليكي او يخليك، انا مش عارفه انت ولد ولا بنت. في نفس الوقت احترم رايك. هو كاتب الرسم والتحريك شخصياتهم حلوه، يقدروا يلعبوا بمشاعرنا لاعب. طبعا ده في اللحظات المؤثره زي لحظه مقاومه نيسكو لاشعه الشمس. تعمق في الشخصيات. بالنسبه لي كان اول انمي عرفته في حياتي انمي كيميتسو، مع اني عرفت انميات تانية بس انمي كيميتسو احلى انمي شفته، ولكل واحد ذوقه. في حاجه هنا بتشتغل معانا احنا كبشر عامه او كناس، ان اول انمي انت بتشوفه بيبقى ليه مكانه خاصه عندك. انت ممكن تشوف انميات كتير بعده بس هو هيفضل اول انمي انت شفته واكتر انمي بتحبه. فده ممكن يكون سبب من الاسباب اللي بيخليكم تتعلقوا بيه، ان هو اول انمي انت شفتوه. بس هو بالنسبه لي مش اول انمي للاسف. برضو دي نقطه حيويه اقدر اضيفها لاسباب حبكم ليه، بس دي مش هتبقى ليا انا. يعني دي مش هتقنعني زي الباقي. يعني بساطه القصه، طرح الشياطين بطريقه كويسه، وفي سبب قوي هنا انا قلته اللي هو في كومنت احمد ان البطل على قد قوته بيحارب الخصم بتاعه. فدي حاجه انا ما كنتش واخده بالي منها. فدي ممكن اسباب تقنعني فعلا ان هو انمي ديمون سلاير يكون كويس، لكن ان هو اول انمي انت شفته ده بصراحه دي حاجه ليك انت مش ليا. اللي بعده من وجهه نظري خليكي على رايك لانه صحيح ومنطقي. روان شكرا، انا حطيت الكومنت بتاعها مخصوص عشان تعرفوا ان انا مش لوحدي. اللي بعده بصي يا ايه، انا بحبك جدا، تقريبا اكتر واحده في تيم الاوتاكو بحب وانا بحب ديمون جدا. حطوا المركز السابع تقريبا. انا بحترم رايك جدا، وانا اللي بحبه في الانمي انه مازج بين الرسم والتحريك والقصه، وان عيلته كلها ماتت وبيدور على علاج لاخته وايه وحاجات كتير جدا. فده ماشي، يعني انت متاثر بالقصه قوي ان هو عيلته ماتت بيدور على علاج لاخته الكلام ده كله. انا بقول لك انا شفت انميات زي دي كتيره قبل كده، فده سبب برضو ما يقنعنيش زي الاسباب التانية. اللي بعده وده هيبقى السبب الاخير اللي معانا، وده تقريبا كان اطول كومنت شفته، بس حرفيا اول جمله فيه خرستني خلاص. اللي هو انا مش هتكلم في موضوع ديمون سلاير ده تاني الا لو انتوا استفزتوني بقى. مش انتوا يا جماعه اليوتيوب، ربنا يخليكم، اقصد الناس بتوع الانستا والتيك والفيس وكل حته تانية في حياتي والشارع يعني كده. هو بيقول لي ايه؟ ايمن انت مركزه على الموضوع كده ليه؟ بس انا قمت حاطه الموبايل بتاعي كده وبقيت بسأل نفس السؤال، هو انا مركزه في الموضوع كده ليه؟ يعني مع حق، ما اللي يقول. انا واحده صانعه محتوى، اتفرجت على انميات كتير، لاحظت ان في سلوك معين لفانز معينين غريب، اللي هم فانز ديمون سلاير بيطبلوا له في كل حته، شايفينه افضل انمي في الوجود. فانا عملت فيديو عنه بقول لكم يا جماعه انا مش شايفاه كده زي ما انتم شايفينه، وقلت لكم اسبابي وان انا مش شايفاه احلى انمي في الدنيا. الناس دخلت شتمتني وبهدلتني عادي، يعني ما دي ضريبه انك صانع محتوى. فهو معاه حق، انا مركزه في الموضوع كده ليه؟
المفروض مركز. بس المشكله يا صديقي الاوتاكو احمد ان انا في مره على التيك توك نزلت فيديو فلتر كده، ممكن انزله لكم على اليوتيوب على فكره في الشورتس، ترتيبي على اكتر 10 ابطال انمي انا مثلا بحبهم. يعني انا قلت لكم في فرق ما بين تفضيلي لشخصيات وبحب شخصيات. انا حتى تانجيرو اسفه حاطه رقم 10، ما اعرفش ليه. انا عارفه ان انتوا بتحبوه بس انا مش بحبه مثلا على قد ناروتو، اتشيجو، كونان، جوكو، حتى استا من بلاك كلوفر. انا اتبهدلت في الشورت ده حرفيا، هو فايرال بس كله بهدله. فليه انتوا عايزين تخلوا الشخص يحب انمي معين بالعافيه او يحب شخصيه بالعافيه؟ رغم ان في ناس كتير في الكومنتات بتقول لي ما تهتميش بالموضوع، ايه المشكله يا ايه؟ والله دي اذواق، والله ده رايك براحتك. الناس التانية بقى اللي محسساني ان انا لما حطيت تانجيرو مثلا في مركز العاشر، ولا ان انا بقول ده من سامي مش بحبه، محسسين ان انا غلطت في خالهم عمهم بجد. وعلى فكره وان بيس مش عمي ولا عم حد يا جماعه، وان بيس مش عم حد. انا من فانزات وان بيس وبقول لك وان بيس مش عم حد، مفيش الكلام ده. ومش بقول وديمون سلاير مش عم حد، ومفيش انمي عم حد يا جماعه. ده هوايه مش منافسه، صدقوني. كل اللي طالباه منكم انكم تكونوا مرنين في حياتكم اكتر، لان والله في حاجات في الحياه اهم من كده بكتير. بس هو ده اللي انا كنت عايزه اقوله. لو تابعت الفيديو للاخر صديقي الاوتاكو، اكتب لي رايك في الكومنتات، سواء في اللي انا بقوله ولا اللي بيحصل في العالم ولا في الحياه ولا من فانزات الانميات. يعني اكتب لي رايك في الكومنتات وخلاص. وكمان لو تابعت الفيديو للاخر شكرا جدا صديقي الاوتاكو. ما تنساش تتابعني على كل منصاتي، هتلاقيها في الديسكريبشن، خصوصا الانستجرام. وقول معايا يوش ايكيماشو، دوس لايك قبل ما تطلع.